لفت انتباهي وانا بتفرج على استاذ ياسر الحزيمي في البودكاست الشهير بتاعه مع اذاعه 8 لما طلب انه يقول له حيوانين بحرف الالف، فكان رد عبد الرحمن ابو مالح اسد وارنب. وهنا استاذ ياسر قال له انه جاوب بحيوانين مش موجودين في بيئته اللي هي السعوديه يعني، واثبت له ان الانسان حصيله اللي بيتعرض له مش حصيله بيئته. وفي زماننا ده اللي بتتعرض له هو الفيديوهات اللي بتشوفها 24 ساعه وبتعمل لها سكرولينج دايما، ولو سبت السوشيال ميديا هي اللي تختار لك اهتماماتك فانت هتضيع. عشان كده قررت ان كل فيديو يطلع لي مش مناسبني اخلاقيا او دينيا او مش هيعود عليا بفايده اني اعمل له نوت انترستد واعمل له سكيب، ولو طلع لي فيديو مفيد اتفاعل معاه بلايك واسيب اللوب تحصل لغايه ما الفيديو يتعاد تاني. وبعد التجربه دي ده شكل الاكسبلور بتاعي على الانستجرام، وده اللي هيطلع لنا لو جربنا نعمل سكرول على التيك توك. فبعد الفيديو ده بقى قول لي، هل النت مضر ولا احنا اللي بنخليه يخضع لنا؟ ده كان فيديو النهارده، اعمل له شير من السهم اللي تحت الكومنتات واختار الكوبي لينك او ابعته لاصحابك عشان تساعد انه ينتج. اما بقى لو عايز تشوفني تاني